هو احنا مش هنخلص من قصة تصريحات حسام حسن. هنفضل كل يوم الدنيا لوك 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 ومحدش عارف حاجة. مش حسام حسن مش هيطلع يكلم الناس يقول لهم انا قلت، او يطلع يكلم الناس يقول لهم انا ما قلتش، يقول لهم انا قلت ان مفيش لعيبة، وان انا مع المنتخب مش مظبوط، وان انا مرموش ومحمد صلاح، وقصة ان انا بقول ان الدنيا بايظة خالص عشان انا مش بتلكك عشان لو خسرت التصفيات الكاس العالم. انا قلت المبرر كلام في منتهى الخطورة. وكم يوم يعدي من غير ما الكابتن حسام يطلع عشان يقول للناس انا قلت او ما قلتش. هتبقى شجاعة كبيرة جدا جدا منك يا كابتن حسام انك تقول انا قلت، وهتكون مواجه، ويعني يعني صريح جدا جدا انك تقول الناس اللي انا كنت قاعد معاهم دول قالوا كلام انا ما قلتوش. لكن تفضل المسألة ماشية كده، لا انت عارف ولا احنا عارفين، والدنيا ماشية ازاي. اتحاد الكورة صم بكتم، مفيش اي تصرف يشير الى ايجابية واحدة في حياة هذه الجبلاية، انها يعني تقول حاجة ما بتقولش، ضربة غطس هي كمان. اعتقد انه السكوت يعني، ما هو السكوت هنا مش علامة رضا، السكوت هنا مصيبة. والسكوت مش من ذهب، لا بالعكس، السكوت هنا كارثة. الكلام هو المهم. فيرجى من الكابتن حسام أن يتسم بالشجاعة الكافية، وإنه يطلع يقول للناس والرأي العام حقيقة ما دار في الغرف المغلقة. أنا واحد من الناس اتخميت وتصورت إن الكلام اللي اتقال ده تسريبات، ودافعت بشراسة عن الكابتن حسام حسن، وهظل دافع إذا كان موقفه على حق. لكن يبقى كل الناس عايشة في التوهان ومحدش عارف حاجة، وصاحب يعني بطولة المشهد ما بيطلعش يتكلم. أعتقد دي مش من سمات الكابتن حسام حسن. فيعني يرجى وفي أسرع وقت ممكن أن تتضح الحقائق، وعمر الحقائق ما تتضح إلا في مؤتمر صحفي واضح بأسئلة محددة بإجابات سليمة. إذا أجبت بشكل مقنع للشارع أهلا وسهلا. إذا لم يقتنع الشارع بإجاباتك أعتقد هتكون صعب جدا جدا إنك تكمل مسيرة المنتخب، وهتتعب جدا جدا جدا. هي المسألة عايزة يعني حكمة، ويعني تعامل ذكي. وبدون الحكمة والتعامل الذكي أعتقد إن حتى مسيرة المنتخب هتكون صعبة جدا جدا في الفترة القادمة. شكرا لحضرتك.